محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم، عدد خلقه كلهم ما علمت منه وما لم أعلم. وأصلي وأسلم على سيد البشر محمد. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا الله حبا فيه. وبعد، المنصة الكريمة، أهالينا الحضور الكرام، أشكركم جميعا على دعوتي لهذا الحفل الكريم، وأشكر القائمين على تنظيم هذا الحفل، وأنهم يفتكروا ويتذكروا أمهات الشهداء. وأيضا هناك مناسبة كريمة طيبة على قلوبنا جميعا، وهو عيد الأم الذي نتذكره كل عام، ولو أن الأم المفروض أنها دائما في وجداننا دائما وأبدا مهما كانت الظروف. وكل عام وأنتم بخير. أما بالنسبة لأمهات الشهداء، وهم العظماء، الناس اللي ضحوا بمستقبلهم وحياتهم من أجل وطنهم ومن أجل حمايتنا جميعا، فلهم منا كل الشكر والتقدير. وأنا عايز بس أذكر أهالينا أن لولا هؤلاء الناس لما كنا في هذه الظروف الآن. انظروا حولكم وشاهدوا الدول التي حولنا بما فيها من خراب ودمار، فلولا قواتنا المسلحة العظيمة ولولا قوات شرطتنا الباسلة لما كنا في هذا الوضع الآن. فلهم منا كل التحية والتقدير والإجلال وفوق رؤوسنا جميعا. وأتمنى من الجميع أن يحيي هؤلاء الرجال سواء كانوا شهداء أو أحياء. أما بالنسبة لهذا الحفل الكريم، إنهم يتذكرون شهداء هذا الوطن. وبالأمس القريب كان الشهيد عبد المنعم رياض اللي هو يوم الشهيد، كلكم تتذكرون ذلك. فنشكر كل من يفتكرهم وكل من يحييهم، لأنهم زي ما كلمتكم إن لولاهم لما كنا في هذا الوضع الآن. كلكم عارفين اللي بيدور حوالينا والخراب والدمار. لولا رجالنا المخلصين اللي بيقاتلوا وبيدافعوا عننا ما كناش احنا في الجلسة دي. كلنا احنا قاعدين مستريحين ومطمنين تماما، لكن هم اللي تعبانين وهم اللي سهرانين. وعلشان كده المفروض ان احنا نبقى كلنا مخلصين زيهم، كل واحد في مكانه المفروض يخلص زي ما هم بيخلصوا. البلد في حاجة إلينا جميعا. كلكم شفتوا المؤتمر الاقتصادي من كام يوم. كل الدنيا كانت في مصر رغم كل ما قيل والهجوم اللي تعرضنا له، وإلى الآن نتعرض لهجوم شرس من كل الدول، وخاصة الدول اللي تسمى الدول العظمى. لكن شفتوهم كلهم كانوا عندنا. وفي ناس كتير منهم غيرت كلامها، كانت ناوية تقول كلام غير اللي قالته، لكن لما شافوا اللي حصل في منهم كتير غير كلامه. الدول اللي بتسمى الدول العظمى. عارفين ليه؟ لأن مصر عظمى، وكل العالم عارف الكلام ده كويس خالص. مصر عظيمة بحضارتها وبتاريخها وبشعبها وبأهلها وناسها طيبين، وهتظل هكذا إلى الأبد. ومفيش حد هيقدر يغلب مصر أبدا. تتعرض لمخاطر تتعرض لظروف صعبة أحيانا، لكن ستظل مصر العظمى، وإن شاء الله هتظل إلى ما لا نهاية. بس ده كله بالإخلاص. إخلاص كل واحد فينا في مكانه، ولا واحد ما لهوش دور فيه. كل واحد فينا يشتغل ليه النهار المفروض. يمكن سمعتوا في المؤتمر الاقتصادي كانوا بيتكلموا كوريا دخلت مصر
جات مصر عشان تعرف تجربة مصر الاقتصادية عشان تتعلم منها. شوف النهارده كوريا فين واحنا فين. عارفين ليه؟ اليابان يمكن يعني بعدينا شوية، لكن كوريا كانت هي اللي جات تتعلم مننا. يعني طبعا اليابان والصين، الصين كانت فين؟ من فترة كان دخل المصري عندنا أكثر أضعاف دخل الصين. النهارده شوف الصين دخله كام واحنا دخلنا كام. ده كله ما جاش من فراغ. ده جاب الإخلاص وحبهم لبلدهم والعمل. عشان كده احنا بنحيي رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة لأنهم ناس مخلصين بيضحوا بحياتهم. أكثر من كده عايزين يروحوا عشان خاطر سبيل بلدهم وعشان احنا نعيش كويس. احنا كمان مطلوب مننا لازم نخليهم يعيشوا كويسين. علمونا وربونا وكبرونا وخلونا ناس محترمين، والعالم كله بيجروا ورا مصر النهارده ويجينا عشان نحن عظماء وكبار. فلازم بس مش بالكلام، عظماء مش بالكلام، عظماء مش بالحضارة بس وبالتاريخ، عظماء كمان بالنهارده. لو ما خلصناش في عملنا وبدأنا نشد حيلنا ونشتغل ونتفانى في العمل، كل اللي بيحصل ده ملوش عازة. المؤتمر الاقتصادي كلنا فرحنا بيه وكل الناس كانت سعيدة بيه، لكن السعادة بحد ذاتها مش كفاية. لازم نشتغل ليل نهار كمان. ما ينفعش الواحد يقول لك على قد فلوس ومبطلة. النهارده هتشتغل وهتشد حيلك عشان تحسن من وضعك وتحسن من وضع بلدك، وهيزيد مرتبك وتاخد كل اللي انت عايزه. النهارده الصين ما فيش بيت فيها ما فيهوش ورشه، بيوت داخليه، حته مكان صغير كده عامله مش غرفه حتى، خل كده صغير وبدا يشتغل فيه وينتج. ليه احنا ما نعملش كده؟ ده مطلوب من كل واحد فينا. الموظف اللي بيروح عايز يديهم ساعه بس في الشغل ما ينفعش، لازم يشتغل معاك كله بتاعه، يشتغل ليل نهار يتعب نفسه، ومفيش ما يمنع انه ياخد شغل ويكمله في البيت بس يخلص. لو ما عملناش كده مصر هتفضل ترجع ورا تاني ونبقى زي الدول الثانيه، وده لا يمكن يحصل ولا يمكن نقبل فيها ابدا. عشان خاطر ابنائنا والاجيال القادمه ان شاء الله، كل واحد فينا عايز اولاده يبقى احسن منه، بس بالكلام لوحده مش هينفع، لازم بالاخلاص والعمل. على اي حال انا مش عايز اطول عليكم، لكن انا سعيد بوجودي معاكم، بشكركم على دعوتي، لكن عايز اطمنكم بس واهنيكم بخبر بسيط في جامعه جنوب الوادي. احنا كان ينقصنا بالنسبه للكليات الطبيه كليتين، اللي هو العلاج الطبيعي وكليه الصيدله. كليه العلاج الطبيعي طلع بها قرار الحمد لله من الاسبوع اللي فات، وان شاء الله العام القادم هتبدا. وان شاء الله الصيدله في زياره عندنا لجنه القطاع يوم 11، وباذن الله هناخد الموافقه، وان شاء الله العام القادم هتبدا. وعندنا المنشآت وعندنا كل شيء، واعضاء هيئه التدريس ابناء البلد كلهم احنا بندعوهم، وان شاء الله هيشرفونا وهم اللي هيدرسوا وهيخدموا بلدنا واهلنا وناسنا. يبقى كده بكليه الطب البشري وكليه التمريض وكليه طب الاسنان وادي العلاج الطبيعي وادي الصيدله، يبقى كل المنظومه الطبيه عندنا. فهنيئا لنا بهذه الكليات، وان شاء الله الخدمه هتتحسن. صحيح احنا بنعاني وما زلنا بنشتكي من الخدمه، لكن ان شاء الله بمرور الوقت مفيش حد كبر مره واحده، كلنا بنكبر واحده واحده. ونفس الكلام بالنسبه للمنظومه الطبيه، واحده واحده ان شاء الله هتبقى منظومه طبيه ومش هنحتاج لحد. احنا حاليا بدانا نبني مستشفى كبير اسمها مستشفى الطوارئ، هي دي اللي يحتاج لها كل بيت، كل واحد فينا معرض للحوادث وكل واحد فينا معرض للاخطار. فاحنا هنبني المستشفى ان شاء الله، وقريبا كان هتاخد لها سنه سنتين حسب الظروف، لكن على الاقل بفتره معينه هيبقى عندنا كل الامكانيات الطبيه ان شاء الله. هنيئا لنا جميعا، شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.